بسم الله الرحمن الرحيم. رجعنا لكم تاني على الحصيره ومن المزرعه، ومعانا الباشمهندس عبد السلام عبد اللطيف. ازي حضرتك يا هندسه؟ الله يخليك. السؤال بتاع النهارده بقى اصعب سؤال واهم سؤال اي حد شغال في مجالنا بيركز فيه: الكثافات. فين الحد الامن وفين المخاطره؟ الحد الآمن والمخاطرة. شوف، هو بشكل عام أي واحد ملوش في المجال ده أو فكر فيه فاهم إنه ممكن يحط أي عدد سمك موجود قدام منه في المية أو في المتر المكعب الواحد. أي عدد يتخيل ممكن يقول لك أنا ده ينحط. طالما مية قدام منك حط فيها أي عدد. الكلام ده طبعا مش دقيق، مش صحيح، لأن السمكة دي كائن حي لها احتياجات. احتياجاتها إيه؟ مساحة تتحرك فيها، أكسجين كافي إنها تتنفس، كمية علف كافية إنها تنمو تديني إنتاج. لازم الحاجات تبقى موجودة، مساحة تتحرك فيها، أكسجين كافي، كمية علف. إن قدرت إن أنا أوفر ثلاث عناصر الأساسيين دول بحط كثافات كويسة. جميل. مش كل ما أنا ما أحط كثافات ده معناه إن أنا الربح، لا، على العكس، ده ساعات بتبقى كثافات أقل بتربح أكتر من الكثافات الأعلى لما تتوفر لها الرعايه المناسبه. الرعاية المناسبة. وجود ثلاث عناصر دول: تمام. مساحة تتحرك فيها، كمية أكسجين كافية للتنفس، كمية علف مطلوبة عشان ينمو ويديني مرغوب. لو وفرت الثلاثة دول زي ما قلت لك بقدر أحط كثافة كويسة وكويسة قوي كمان، وتكسبني بربح كويس كمان. جميل، بس هو السؤال الاشهر بقى: احط كام سمكه في المتر؟ ده صراحه هو سؤال سريع قوي واستعجالي، وبين اللي بيسال مش فاهم، بس يعني احنا برضو بالظبط، عاوزين ايه؟ ده اللي لو احنا هنسأل السؤال ده الواحد لسه داخل في المجال اعرف ان طبعا مش فاهم. الأول، إمكانياتك إيه في توفير الثلاث حاجات اللي قلت لك عليهم دول علشان أقول لك نحط سمك قد إيه. جميل. يعني أنا عندي مثلا، أيوه، معايا كمية علف اللي أنت هتطلبه في العلف موجود، ادي نقطة. هوفر لك معدل تغيير للميه بآلات وكمان بكميه كبيره، تمام. تمام. يعني بدلات وهوات او بلورات او الكلام ده كله هوفره لك، تمام. وكمان معدل تغيير الميه بتاعك كويس، جميل. لو انا الحاجات دي زي ما قلت لك اقدر احط لك كثافه عاليه جدا واقدر انتج لك من المتر كميه كويسه جدا جدا. يعني نتكلم في كام تقريبا برضه عشان المشاهد هيهمه احنا ارقام؟ ممكن نعدل 100 سمكه في المتر مع ان احنا ما بنوصلوش، بس احنا ممكن نعدل الكلام ده. بس انا ما شوف يعني من الناحيه العمليه ما بوصلش للعدد ده، مع ان انا اقدر اوصل له لو امكانياتي موجوده، لكن انا ما احبش اوصل. ليه بقى؟ لان معدل الخطوره فيها عالي جدا. م. خلينا حاطط 100 سمكه في المية. طيب، وانا اثناء التشغيل والبداله شغاله او البلور بتاع التهويه شغال اللي مش هيبطل، الكهرباء موجوده على طول مستمره، حصل دروب فجاه، الكهرباء قطعت فجاه، اللي زي ده ما يتحملوش، ما عنديش وقت ان انا الحق اعالج الموضوع واسيطر عليه. لكن لو وقت كثافه اقل بالمعدل اللي هو ينفع معايا انا بحيث ان انا الحق ان انا اسيطر على الموضوع، يبقى كده انا بقيت كويس. انت عارف المشكله دي بتقابلني برضه مع بعض الناس. اه، يقول لي احط كام سمكه؟ تمام. اقول له هتحط كذا، يقول لي ما هو ينفع احط رقم اكبر، يعني مثلا يقول لي الضعف. اقول له ده لما اكون انا اللي بحط، مش انت اللي بتحط. اه، انت والعامل بتاعك اقصى حاجه تشتغل بيها كذا. ليه؟ عشان لما تتصل بيا تقول لي يا هندسه انا عندي مشكله في المزرعه، الحق اجي الحقك، يعني يعني مسافه السكه الحقك. مظبوط، لكن ما تحطليش كثافه، ما تخلينيش حتى الحقك لما يحصل عندك مشكله في المزرعه. مظبوط، ما صحيح. خلينا واقعيين يا جماعه. انا اقدر اوصل لكثافات عاليه جدا،
انا لما اكون موجود، لكن انت كمستثمر او انت كصاحب ارض او انت او العامل اللي شغال معاك في المزرعه هيكون عينه او خبرته كفايه انه يدير الكثافه دي؟ استحاله. وفي نفس الوقت لازم تحط الحد الامن اللي تخلينا يعني لما اتكلمنا الحق يا جماعه، عشان برضه المشكله دي مشكله كبيره. ما انت ما تجيش تحط لي رقم لما يحصل عندك مشكله في الكهرباء لمده نص ساعه السمك كله بالكامل يموت وتقول لي في المشكله في المشروع. لا، المشكله مش في المشروع، المشكله ان انت طماع يعني طمعت بزياده مع امكانيات اقل. اطمع لما يكون عندك امكانيات، لكن ما عندكش امكانيات ما تطمعش. اشتغل على اللي قدك، اشتغل على لو انت كلمت مهندس قلت له يا هندسه انا عندي مشكله ما تجيلي على ما يجي يلحقك. وبعدين في نقطه كمان، انا لو انا عندي فني او مهندس ماسك المزرعه وامكانياتي موجوده في ان انا موفر الحاجات اللي احنا قلنا عليها ديت، العوامل ديت، العلف والاكسجين والحاجات ديت كلها، معدل تغيير عالي في الميه. لو انا عندي فني كويس، مهندس كويس في المزرعه هو اللي بيدير وموجود بشكل مستمر، ساعتها هتاخد منه اقصى كثافه ممكن. انا بتكلم على لو ما فيش مهندس. لو مفيش مهندس بقى معلش، يبقى انا لازم بقى هيشورني، يبقى انا اقول له مثلا حط كثافه قد كده، لان انا عارف امكانياته في السيطره على الموضوع قد كده. تمام. ثانيا زي ما انت ما قلت، لو هو هيبقى عنده دروب مثلا ولا حاجه، وحاجه مش هيقدر يتصرف فيها، على ما يتصل على فني ويجي له لازم يعمل حساب الوقت اللي هيتصل عليه ويجي له، ده ان كان متاح كمان الفني ده ان هو يجي لو انت حتى متفق مع حد متاح. اشراف. طبعا، لان هو مش متاح كمان، ده هيقعد فتره طويله، يبقى كده هيجي هيلاقي مصيبه في الحوض. 100%. فهو لازم احنا دلوقتي عشان يبقى الكثافات دلوقتي مش، انا هقول لك على مدار مثلا شغلنا امثله يعني. خلي واحد مثلا حط له مثلا 50 سمكه في المتر، تمام؟ 50 سمكه في المتر مثلا، ووفر العلف الى حد ما المطلوب. واحد تاني حاطط مثلا 25 سمكه في المتر، يعني نص بنص. لو انا هاكل ال 50 سمكه اللي في المتر ده كميه معينه من العلف، وهاكل نفس الكميه دي لل 25 سمكه، ال 25 سمكه هيكسبوني اكتر من ال 50 سمكه.